السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نتكلموا على الدرز المبرمج والله الموتيف ران. الدرز المبرمج عنده بزاف استعمالات وينقص بزاف وقت. على كل حال جبت لكم شويه صور للناس اللي ما تعرفش يعني وش هو الدرز المبرمج باش تهزوا فكره عليه، وجبت شويه موتيف اللي ان شاء الله راح نطبقوا عليه الخدمه. على كل حال كاين صور. هذا هو الدرز المبرمج للناس اللي ما تعرفش هو الدرز المبرمج. الدرز المبرمج هو موتيف يكون صغير، يعني كيما هذا والله هذا في الطرز والله كيما هذا، يعني اي موتيف يكون صغير، يكون موتيف صغير ويكون مكرر، يعني عنده بزاف استعمالات. على كل حال كيما هذا داير على القانون، كيما هذا داير على في اخر رشمه يعني داروا به طراساج، كيما هنا، يعني عنده بزاف استعمالات الدرز المبرمج. الدرز المبرمج قبل ما نقول لكم كيفاش نخدموه نقول لكم علاش نخدموه، يعني كي تفهم واش الفايده منه باش تقدر تطبقه. على كل حال كيما هنا مثلا هذه الإحاطة اللي دايرينها بالبرودي طرز عادي، دوك تقدر ديرها يدويا، تقدر ترسم هذه مثلا، ترسمها كيما هنا مثلا، دونك تقدر ترسمها هكذا، ترسمها بون انا ما فينيتهاش. على كل حال ترسمها وتبقى تمشي فيها بالوحده، ما تصلحش بالطريقه هذه، لانه بالطريقه هذه شوفوا كي يكون خط مستقيم راح تجيبها بخط مستقيم شويه سهله، ولكن انت الدرز المبرمج راح تستعمله في انحناءات كيما هذه، كيما في الرقبه، كيما الانحناء هذا، يعني تستعمله في بلايص ماهيش مستقيمه، ماهيش حط زعما ومشيهم تحت بعضهم. وكي تمشي يدويا واش راح يصرى لك؟ رايح تلقى مثلا المسافه بين هذه، راح تلقى مسافات قريبه، تلقى مسافات بعيده، تلقى مثلا حبه معوجه، حبه كذا، خاصه في الفيراجات يعني. ولهذا هنا المشكل هذا يحلو الدرز المبرمج. الدرز المبرمج هو اللي يحلو، باسكو الدرز المبرمج راح يجيو هذا موتيف هذا ولا اي موتيف، هذا راهو مثال برك، راح يجي الموتيف منظم ومرتب ويجي فيه احترام للمسافات واحترام للاتجاهات. دوك نعطيكم ونزيد نبسط لكم اكثر واكثر. الدرز المبرمج على كل حال كاين في البرودي والفتله، كاين عادي. عندنا هنا جبت شويه موتيف كيفاش نخدموا الدرز المبرمج هذا. على كل حال اولا خير الموتيف اللي حبيت، ويكون الموتيف صغير، يعني ما تكونش حاجه مشكله، يعني ما تكونش يعني حاجه مشكله هكذا، فهمتوا؟ يعني ما تكونش حاجه مشكله وورد وكذا ومن لا، يكون موتيف صغير. هو من الاحسن يكون موتيف تاع حبه وحده كيما هذه دائره، مربع ولا معين ولا مستطيل، تكون كيما هذه، تكون دائره، يعني الموتيف اللي حبيت. اولا راح نطبقوا مثلا نطبقوا على هذه الدائره هذه كيفاش نديروا درز مبرمج. دوك نعت لكم انا هنا وين يجي، يعني فرضنا راح يديروا هذيك الدائره ديروها احاطه بالصدر هذا، والله الدائره هنايا مثلا في ليمونش. اولا سيليكسيوني الموتيف اللي خدمت، والحجم تاع الموتيف ما يهمكش، الحجم ما يهمكش في الاول، يعني هذا فيه 15 ميلي ولا فيه 3 ولا فيه 2، هذه ما يهمكش، لانه من بعد كي تجي تخدم به تقدر تتحكم في هذا الاعدادات هذو. يعني هنا ما يهمكش، يعني غير خدم الموتيف ران هذا ولا الدرز المبرمج وصاي. اولا باش نفهموا الدرز المبرمج عنده اتجاهين يمشي فيهم، حطوها على الصفر، يا اما يبدا من الفوق ويهبط مباشره لتحت، يبدا من الفوق ويهبط، والله يبدا من اليسار ويروح لليمين. هادو زوج اتجاهات اللي تقدر تخدم فيهم، شفاو مليح، يبدا من الفوق ويهبط لتحت، والله يبدا على اليسار ويروح لليمين. كيفاش نديرو شي هذا؟ هاي نقص البدايه وهاي نقص النهايه، يعني ما نقدروش نديرو هنايا يبدا من ويخلص هنا، لا والله يبدا مثلا من التحت ويطلع الفوق، ما تصلحش. عنده طريقتين برك، يبدا من الفوق يخلص لتحت، والله يبدا على اليسار يخلص على اليمين. هادو هما الاتجاهين برك اللي تقدر تخدم فيهم موتيف ران هذا. دوك نبداو نخدم لكم وحده كيما هذه،
وكان فرضا راح نجيب هذا الموتيف ونبقى نهبط فيها بالحبة. يعني فرضا مش راح نخدم موتيف، نبقى نهبط بالحبة ومن بعد كي نجي نولي نربط بالحبة. الحالة هذه راح نختصروا بزاف وقت. كليكي هنايا، حط نقطة البداية من الفوق، نقطة النهاية من تحت، وتجي هنا للعناصر. هي نفسها في الويلكم او2 نفس الطريقة. بالك يختلف الاسم شوية والله، بصح نفس الطريقة. انا قلت لكم بلي راني نخدم غير بالاو 4.2. تجي للعناصر، هاي مكتوبة هنا درز مبرمج، والله بالفرنسية موتيف فران، نفسها درز مبرمج ولا موتيف فران. بمجرد انه تكليكي عليها راك مديت صلاحية لافلاش هذه لافلاش راك مديت لها الصلاحية باش تعين لك نقطة البداية والنهاية. أنا نهضر وراح نطبق لكم في نفس الوقت. اللي ما فهمش الهضرة راح يفهم في التطبيق. كليكي إنشاء درز مبرمج، نجي هنايا نخير الملف، نكتب أي ملف، يعني سواء نخيره من اللي موجود ولا نكتب واحد خلاف. نخير مثلا ملف، والله نكري ملف واحد آخر باش نسهل عليكم. نديرو مثلا رقم 3. أوكي، هنا راني خيرت ملف، هذا راه اسم الملف ماشي اسم الموتيف. هنا اسم الملف 3. وإلا عندك ملفات واحد أخرين نريجستري فيهم، نديرو 3. نجي نخير رقم مثلا رقم الموتيف هذه اللي رقم هذه نديرها 1، ندير موافق. دوك هنايا من كليكي في حتى بلاصة، باسكو هذا السهم تاع لاسوري راهو فيه زوج أوامر، البداية والنهاية. واش ندير أنا؟ نجي هنايا نكليكي هنايا بداية ونهبط بشكل مستقيم، ما نروح لا هك لا هك، بشكل مستقيم، ونكليكي النهاية موافق. دوك هنا راني درت درز مبرمج بهادي. دوك نزيد نعطيكم الاستعمال تاعو. بون فرضا عندنا يعني رقبة، راح نرسمها ابيبري. عندنا رقبة هكذا، يعني هذه رقبة، حبيت نمشي عليها الدائرة هذه. واش ندير؟ نجي هنا نكليكي هنا على الموتيف ران، هاي هذه هي موتيف ران، هاي خرجت. شوفوا الشكل تاعها، تلقاو 3 مربعات قدام بعضهم. تكليكي عليها تخرج لك هذه، يعني هاو الملف اللي نشأته انايا، هذا هو الملف. واش فيه غير هذه اللي درتها جديدة. نجي هنا ونمشي مع الرقبة تاعي، يخدم لي الدوائر هذا. كي نلحق هنايا نزيد نديمار. هي شوفوا هي من الأحسن كي يكون فيراج صغير خدم بخط واحد، يعني خط واحد وكمل به. ولكن لما تكون زاوية حادة هنايا لازمك تحبس هنا وتعاود ديماري من جديد بخط واحد آخر. فهمتم؟ جي هنايا تقدر تعدلو كيما تحب. شفتوا كيفاش خدمتها؟ هنايا علاه كوبيل قلت لكم باللي ما يهمكش القياس، باسكو القياس تقدر تلعب فيه هنا. شوفوا بمجرد انك تجي هنا تكليكي بالجهه اليمنى للفأرة تخرج لك هنا الاعدادات. هنا العرض، عرض هذه بيان سور، والارتفاع والمسافه. المسافه هي بين الحبه والحبه. شوفوا هنا راح نزيد المسافه مثلا نديرها 15. لازمك تعين هنايا ديروا هنا 15. شوفوا التباعد اللي صار، وتقدر تتحكم كيما حبيت تتحكم في العرض. يعني هنا 10، هنا نجيو نديرو 10 باش نلصقوهم في بعضهم. شوف هذه هي الطريقة باش دير موتيف ران ولا الدرز المبرمج. جربنا على الدائرة، نجربوا مثلا على هذه. أول حاجة نتأكدوا أنه البداية من الفوق والنهاية من تحت. والله هنا شوفوا هنا راح نبدلها، نرجعها العكس. ندير البداية هنا اليسرى والنهاية على اليمنى. ما نقدرش ندير البداية هنايا ونكسر القاعدة وندير النهاية لتحت، ما تقدرش. والله دير النهاية الفوق، ما تقدرش. لازم يكونوا في خط مستقيم، بداية نهاية، والله بداية الفوق هنايا والنهاية لتحت. أنا راح البداية هذه درتها، دوك راح نعكس. بداية هنا، النهاية هنا، سيليكسيوني. نجي هنا العناصر، إنشاء درز مبرمج، مثلا الملف رقم 3، الموتيف نسميه رقم 2 مثلا. ندير موافق.
موافق. دوك هذا السهم تاع لاسوري راهو فيه امرين، الامر الاول البدايه والنهايه. نجي انا هنا البدايه، كليكي بدايه، نروح بخط مستقيم، كليكي نهايه، خلاص هنا تقول لنا بلي الموتيف تاعكم راه واجد. حاب نخدم بالموتيف هذا واش ندير؟ نجي هنا نفس الشيء، نكليكي على الموتيف ران الايقونه تاعها، راني خرجت لي هنايا. دوكا نقدر مثلا نمشي هذا كيما نحب. هاو خدمت الموتيف تاعي، شفتوه؟ وتحطو وين تحب يعني راني انا هادو راهم امثله برك، يعني انت خدم اي موتيف حبيت، هادو راهم مجرد امثله. نقدر بهذا الموتيف نخدم حاجه واحده اخرى اللي شايفينها بزاف هذا الموتيف. نجي هنا نعدل البدايه والنهايه، بدايه نهايه لتحت، هادي نخدمو بها مثلا سحبه. نجي نعاود ندير موتيف واحد اخر، عفوا عناصر انشاء درز مبرمج رقم 3، هنا نديروه 3 موافق. نجي نحط البدايه هنا والنهايه هنا، هنا تقول لي بلي راك درت الموتيف تاعك راهو جاهز. فوالا راني حاب نخدم بها، كليكي هنا باليمين، خرجت لي هنا زوج، وحده الاولى اللي شفتوها هنا، الدوزيام هادي. وشوفوا كاينه خاصيه واحده اخرى، انه هذه الشاشه الصغيره تخرج لك فيها كيفاش راح يخرج الموتيف تاعك. دوك هنا شوفوا كيفاش يخرج مورا بعضاه، هنا دوائر مورا بعضاهم، هنا يجيو تحت بعضاهم. شوف كليكي هبط اونتري، شوفوا كيف خرجوا تحت بعضهم. هنايا نقدر مثلا تقول لي نبعد المسافات، نجيو هنا المسافه هذه راهي 4.20، ندير انا مثلا 6. شوفوا كيفاش تبعد. يعني علاش في الاول قلت لكم ما يهمكمش القياس، كبير صغير ما يهمكمش، باسكو من بعد كلش تقدر تلعب هنايا. عندنا حاجه واحده اخرى اللي ما يصلحش فيها الموتيف ران، لازمك انت ترسمه بيدك. مثلا في حاله الدائره، شوف اي حاجه فيها نقص بدايه ونهايه نفسها كيما هنا، ما نقدرش نتحكم في النهايه. شوفوا تتبعها، النهايه راهي تتبع في البدايه، يعني وين نحط البدايه تجي معها النهايه. هنا في الحاله هذه واش ندير؟ نديرو البدايه من الفوق والله هنايا في الجناب. واش نجي ندير دوك؟ انايا راح نديرها مثلا، عفوا هنايا راح نحط موتيف قدام بعضها، يعني الموتيف تاعي راح يجي هكذا. انا واش ندير؟ نعين نحطها في الوسط، نعين خط على اليمين وخط على اليسار، ومن بعد نجيب نديرو هنا 1.5. هذه القياسات ما تهمكمش، هذه تاع الفتله 1.5. نجي هذه الدائره لازم نرسمها انا، ولازم ندير بدايه، البدايه نصنعها انا والنهايه نصنعها انا. واش ندير؟ هذه في الدوائر ولا في اي شكل اخر عنده البدايه والنهايه يتبعوا بعضهم، وهي كامل في الفتله. يعني هذا الموضوع كامل راهو على الفتله. في الفتله شوفوا هذه في البرودي البدايه والنهايه تقدر تتحكم فيهم انت، باسكو البدايه ما تتبعش النهايه، بصح في الفتله البدايه والنهايه يتبعوا بعضهم. شوف انا نحط هذه هنايا الفوق، ونجي نرسمها بيدي. ندير البدايه هنا، نمشي حتى لهنا ونرسمها بيدي هذه الدائره. نحذف القديمه نحط الجديده. شوفوا هنايا دوك البدايه تاعي هاي وين، والنهايه في جهه ثانيه. هنا في الحال هنا وين نقدر نخدم الموتيف ران، كليكي عليها عناصر درز مبرمج، نسميها 4 موافق. كليكي هنا بدايه والنهايه في الجهه الثانيه. فوالا هنا راني درت الموتيف تاعي كي نحب نخدم به. كليكي موتيف ران يخرج لي، وشوفوا هنا في الشاشه يخرج لك كيفاش راح يجي، نقدر نخدم به عادي. راني خدمنا الدرز المبرمج تاعنا وكيفاش يخدم في الماشينه. شوف انا مجرد اني عينت البدايه والنهايه ومن بعد هو تكفل بالباقي. شوف راه يخدم لي خط متتابع. وقلت لكم باللي الحجم ما يهمش، باسكو من بعد نقدر نتحكم فيه. هنايا هنا عندي 10 الارتفاع، نديرها مثلا والله نديرها مثلا 12 سنتيم
و12 في الارتفاع باش تجي دائرة. شوفوا هنا واش صرا، هنا صرا تداخل. التداخل هذا نحيه بالمسافة، نحيه بالمسافة. دوك مثلا هنايا في الفتلة الخط تاع الخيط تاع الفتلة عريض شوية، تسمى لازم نخلي بيناتهم واحد الفيد هكذا على الأقل واحد 2 ميلي. دوك أنا عندي الارتفاع 12 نديرها هنا 14 فوالا، باش من بعد الخيط تاع الفتلة ما يقيسش في بعضها. هذا هو الموتيفران. والموتيفران يعني قد ما تخدم بون كاينين على كل حال اللي راهم يجيو مع الويلكوم دوك نعتهم لكم، ولكن في الغالب ما نحتاجوهمش. في الغالب عندهم استعمالات ماشي تاعنا، ماشي تاع الستيل اللي يخدموا به الجبه والقفطان، وعندهم استعمالات واحد اخرين اللي ما نحتاجوهمش دوك نعتهم لكم. هذا الموتيف لازم تخدمه وحدك، لازم تخدمه وحدك. علاش؟ باسكو اللي جا مع الويلكوم ما فيه حتى خدمه. دوك نعطيكم مثلا اللي جا مع الويلكوم هو فيه كيما هادو، كاين موتيف يصلح وكاين موتيف ما يصلحش، كاين موتيف ما عنده حتى استعمال، يعني التعيه تلقى له وين تخدم به ما كانش. كيما هذا يجي ديريكت مع الويلكوم، يعني كيما هذه ما راح وقتها. مثلا هذه يعني دير موتيفران بالطريقه هذه، ما كاين بزاف على كل حال. شوف، ولكن ما عندهمش استعمال يعني في القفطان، ويعني باش دير قفطان دير فيه هذه ما كانش منها. فهمتوا؟ شوف يعني هادو اللي يجوا مع الويلكوم يعني وما عندهمش استعمال، يعني ما عندهمش استعمال نهائيا. يعني بالك في 100 موتيفات تلقى وحده ولا زوج اللي تقدر تستعملهم. شوف كيما هذه مثلا، كيما هذا عنده شويه استعمالات، وكاين بزاف على كل حال، كاين بزاف. كيما هذا نستعملوه بزاف. كاين اللي تقدر تستعملهم مثلا كيما هذا، ولكن الأغلبية ما عندهمش استعمالات. يعني الأغلبية ما عندهمش استعمال. يعني مثلا كيما هذا الورقة صغيرة ويقطع لك بزاف وما يبانش أصلا، يعني كي تخدم به شغل ضيعة وقت برك. ولهذا لازم تجتهد وتخدم من عندك، لازم تجتهد وتخدم من عندك هذا الموتيف. بون عندنا كيما هذه ثاني، هذه شغل نستعملوها بزاف في الفتلة، وهذه راهي نفسها اللي في الصورة، هذه راهي نفسها اللي في الصورة، هذه عفوا وين هذه راهي نفسها هذه ثاني لازم تخدمها وحدك. هذه باش تخدمها يدويا كيما هنا، تجي هنا مثلا دير نقص بداية هنا، تجي وتخدمها يدويا. هذه مثلا تخدمها يدويا، تراعي المسافات، لازم يجي الخطوط ماشي قراب بعض بزاف لبعضهم، باسكو هذه راهي فتلة، لو كان يجيو قراب بزاف لبعضهم تحت مثلا 1.5 ميلي راح الخيوط تاع الفتلة يطلعوا فوق بعضهم. دونك انا نعطيكم كيفاش نخدموا هذه. قلنا ترسمها يدويا، دير البداية هنايا والنهاية هنايا، ومن بعد العناصر إنشاء درس مبرمج، ملف 3 نديرو رقم 5 موافق، نجو نديرو البداية هنايا والنهاية هنا. اوكي هكذا راهي جاهزة عندي، راهي جاهزة للخدمة. نجو هاي خرج لي هنايا، هادو اللي خدمناهم دوكا، هاي خرج لي هنايا. نقدر نستعملها مثلا كيما هذه، الدور على الكالو، الدور على نخدمها هنا في ليمونش نخدمها. شوف تخرج مباشرة، وهنا تقدر تتحكم في الطول والعرض تاعها والمسافة بين الحبة والحبة. هذا هو موضوع اليوم، والسلام عليكم.